كانت مخرجة وأبوها من الفلاحين وعانت من قساوته، وكان ممنوع تخرج من البيت غير للمدرسة، وانطوائية وبتتكسف من خيالها. وجوزها هو اللي ساعدها تبقى جريئة، واللي حصل معاها أول يوم في الجامعة صعب حد يصدقه. ومشكلتها في الحياة غيرتها على جوزها. أم حنينة وملهاش في الطبخ. الكلام هنا والمرة دي عن الفنانة مي عمر. يا ترى إيه أسرار حياتها؟ وإيه الأمنية اللي بتتمنى جوزها يحققها لها؟ تفتكروا إيه علاقتها بالخيل؟ كل ده وأكتر هتسمعوا معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهاية. لما تعرفوا تفاصيل طفولة الفنانة مي عمر، معقول دي مي اللي قدمت دور راقصة في رمضان وبتقدم أدوار جريئة؟ والكل هيستغرب. أصلها كانت من عيلة محافظة قوي، وقافلة على بناتها زي ما بيقولوا بالضبة والمفتاح، وملهمش خروج من البيت غير للمدرسة، ومش أكتر من كده. وده لأن أبوها كان من قرية ريفية، كلهم فلاحين زي ما بيقولوا ريف يعني، وطبعا ما خلفش غير 3 بنات. ومعروف في الريف الخوف عليهم بيكون أكتر بكتير من المدن. رغم إنه كان عايش بيهم في القاهرة، بس دماغه كانت متطبعة بطبع البلد اللي اتولد واتربى فيها، وعلشان كده ما كانش بيسمح لواحدة فيهم تخرج تتفسح غير معاه أو مع أمهم، وما كانش عندهم حاجة اسمها صحابي أخرج معاهم، ولا يقدروا يقولوا كده أصلا. كل ده خلى نجمتنا مي عمر انطوائية وبتتكسف من خيالها، وعمرهم ما سمعوا لها صوت في البيت، اللي هو يا مي هاتي كذا حاضر، يا مي اعملي كذا حاضر، ما بتعترضش على أي حاجة. بس في نفس الوقت كانت اللي بتتمناه تلاقيه. ما هو أبوها كان ما شاء الله غني جدا، ويعتبر رجل أعمال بيلعب بالفلوس لعب، ومدخل بناته ال3 مدارس انترناشونال، يعني مصاريفها بالدولار. رغم انطوائية مي، بس كانت بتحب التمثيل ومشاركة في مسرح المدرسة، وأبوها كان سايبها براحتها، مادام حاجة جوه المدرسة خلاص. وبصراحة هو عمره ما كان يتوقع إن بنته تشبط في التمثيل كده، وكان بيقول أهو نشاط مدرسي وخلاص. كبرت مي ودخلت الجامعة الأمريكية قسم صحافة وإعلام، بس هي محددة تبقى ممثلة، ولكن ما تقدرش تقول لأبوها كده. وفي أول يوم دراسة اتعرفت على جوزها المخرج محمد سامي، بعد ما خبطها بالصدفة ووقع كتابها. سبحان الله، حتى قصة تعارفهم زي الأفلام. وفضلوا صحاب كام سنة رايحين جايين مع بعض في كل حاجة، لحد ما قال لها بما إنك بتحبي التمثيل هرشحك في عمل فني. قالت له لا ما اقدرش، بابا هيزعل مني ومعرفش ممكن يعمل فيا ايه. قال لها طب خلاص سهله يا ستي، هخليكي تخرجي. وفعلا اخرجت للمطربه اللبنانيه رولا سعد اول فيديو كليب، وبعدها اتقدم لها واتجوزها ورشحها في اعمال فنيه كمان وخلاها تتجرأ. بس مشكلتها معاه انها بتغير عليه جدا، وكمان نفسها يبطل يشتري لها براندات عالميه بملايين الدولارات. مي عمر ام حنينه جدا، وعمرها ما قصرت مع بناتها، بس في نفس الوقت مش ست بيت شاطره، اصلها ما بتعرفش تطبخ خالص ولا بتقف في المطبخ، بس على قلب جوزها زي العسل. نجمتنا فارسة ممتازة، من صغرها بتعشق الخيل وعندها اسطبل بحاله. قولولي بقى ايه اكتر دور بتحبوه لمي عمر؟ اكتبولي في التعليقات.